السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفة جديدة، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير في صحة جيدة. وتقبل الله صيامكم صالح الأعمال وعشركم مبارك، الله يدخل عليكم باش ما كتمنوا إن شاء الله. وكنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. وبالنسبة لوصفتنا اليوم بغيت نشارك معكم كيكة تقدروا أنكم توجدوها للعيد إن شاء الله. الصراحة كتجي بنينة بنينة بنينة، يعني بواحد المكونات جديد رائعة بدون سكر وبدون دقيق الأبيض، يعني كيكة صحية تقدروا تعتمدوا عليها، يعني غير غتجربوها المرة الأولى غتبقاو معتمدين عليها، لأنها كتجي رائعة رائعة، خصوصا الناس اللي عندهم مرض السكري والناس اللي دايرين الريجيم. صراحة هاد الكيكة كتصلح ليهم وكتجي بنينة بهاد المكونات هذه. وبلا ما نطول عليكم إن شاء الله غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. كنحتاجو فيها كاس ديال الحليب، كأس دانون نكهة الفاني، كاس إلا ربع ديال الزيت أني غير مملوء، جوج بيضات، عندي هنا واحد الكمية ديال التمر، كمية كتعتمد عليكم، وهنا عندي واحد الكمية ديال الكركاع، عندي هنا جوج ساشيات ديال الخمار الحلويات، وعندي كذلك 7 المعالق كبار مملوئين ديال الدقيق الكامل. هنايا كناخد التمر كنحيد ليه العظام ديالو، كنقطعو طريفات وكنطحنو مع كأس ديال الحليب وكأس ديال دانون، يعني كنطحنهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيولي لنا الخليط كيولي ثقيل. يعني بالنسبة للتمر تقدروا انكم تستعملوا الكمية اللي بغيتو. الا كانت عندكم الشريحه تقدروا انكم تضيفوا حتى الشريحه حتى هي صراحه كتوالم مع هاد المكونات وكتعطي واحد البنه رائعه الكيكه ديالكم. من بعد كناخذ الاناء كنخوي فيه الخليط اللي طحنت كما كتلاحظوا كيف جا، يعني جا لا ثقيل. وغادي نضيف كأس ديال الزيت وغادي نخلط المكونات، يعني غنضيف كاع دوك المكونات اللي مازال ليا غادي نضيفهم كاملين، وغادي نبقى نخلط بالطراب اليدوي. تقدروا انكم تستعملوا حتى الطراب الكهربائي. ونسيت ما ذكرت لكم عندي هنايا شويه ديال الملحه لتعزيز الذوق، يعني الملحه ضروري انها تكون في جميع الوصفات لانها كتعزز لنا الذوق. ثم غادي نضيف الكركاع. بالنسبه للكركاع انا قطعته طريفات صغار، يعني ما خليتوش الصين كما لاحظتوا معايا في الاول راني قطعته طريفات. وهنا غادي نضيف بالعبار اللي عبرت لكم بالملعقه، يعني غديروا 7 ديال المعالق كبار مملوئين، يعني تقريبا غيعطيكم ديك كاس وربع ديال الدقيق الكامل. ولا عبرته بالملعقه، انا عبرت بالملعقه قدامكم، يعني عطاتني ديروا 7 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان، وزوج شاصيات ديال خميره الحلويات. وغادي نخلط المكونات، تحاولوا مزيان تخلطوا داك الطحين حتى يدخل مع العناصر. وبالنسبه اللي ما بغاش يضيف الزيت، ممكن انكم تضيفوا كأس ديال الزبده، يعني الزبده نباتيه، ما ديروش هذيك الزبده النباتيه، من الاحسن. ولكن انا كنفضل الزيت، انا دائما كنستعمل الزيت ما كنستعملش الزبده في الكيك. وهنايا كناخذ المول على شكل مستطيل، تقدروا انكم تستعملوا اي مول متوفر عندكم في الدار. دهنته بالزبده. ودابا غادي نضيف الكيكه، غادي نخويها على الطاوه ديالي. وديجا انني سخنت الفران، سخنته مزيان. انا عندي فران ديال الغاز، يعني سخنته مزيان. ومني غادي ندخل الكيكه ديالي غادي نقص عليه تتكون العافيه مهيله، غادي نشعل عليه من التحت وغنخليها هي من الفوق. من تبان لكم الجناب طابو
صافي غادي توليو ترجعوها لتحت وتشعلوا عليها من الفوق حتى تحمر الوجه ديالها. ديك الساعات غادي تخرجوها إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وشكرا لكم على المشاهدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله.